ابنك بينسى ادوات المدرسه؟ تعالي اقول لك على طريقه عشان ما ينساهاش. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. ابنك على طول بينسى ادواته مع زمايله، او ممكن ياخدها ويبقى فاكر ان دي بتاعته. يبقى وانتي بتحضري شنطه المدرسه او بتستعدي لدخول المدرسه، لازم الاول هو يختار ادواته ويختار لونها. ما ينفعش تروحي تجيبها له كده وخلاص وتكون اتفضل ادوات المدرسه بتاعتك اهي. هو يختارها ويختار لونها ويختار شكل القلم عامل ازاي ولونه عامل ازاي. ليه؟ عشان لما هو يختار هيفتكر على طول هو ده اللي كان عاجبه. دي اول نقطه. تمام؟ يبقى انتي والمدرسه بتبدا لازم هو يختار ادواته. طيب تاني نقطه، وانتي بتحضري الشنطه خليه يكون موجود واعملي اغنيه لادوات المدرسه. مثلا في المقلمه، انا دلوقتي هحط الادوات في المقلمه. مقلمه لونها ايه؟ مقلمه لونها احمر. فيها ايه؟ قلم رصاص باستيكه من هنا لونه اسود، وفيها ايه كمان؟ استيكه. وبرايه لونها ازرق، فيها مسطره طويله لونها اصفر، وفيها قلم جاف ازرق احمر واسود. يعني اغنيه يعني ما فيهاش اي حاجه. ممكن تنغمي الحاجات دي مع الكشاكيل والكراريس والكتب اللي هتحطيها. لو انت بتحضري شنطته على حسب الجدول المدرسه، يبقى انت بتغني اغنيه شنطتي الجميله فيها كشكول احمر اصفر ازرق، كتاب العلوم كتاب العربي. يبقى شنطتي الجميله فيها ايه؟ كشكول احمر ازرق اصفر، كتاب العلوم وكتاب العربي. وانت وهو ماشي وبيسلم عليكي، يلا بقى قولي الحاجات اللي في المقلمه وقولي الحاجات اللي في الشنطه. لما تنغمي الحاجه ودنه هتبدا تسمعها بالايقاع. لما يجي يحط الحاجه هيفتكر الاغنيه وهيبدا يفتكر هو الحاجه دي بتاعته ولا لا. يبقى انت كده حليتي مشكله ان هو بينسى ادواته في المدرسه. واستنوا الفيديو اللي جاي عشان هقولك لو ابنك بياخد ادوات مش بتاعته.